السلام عليكم. أردوغان يرتل القرآن والخطيب يؤكد أن المسجد يبقى مفتوحا للجميع. إحياء أول جمعة بآيا صوفيا منذ 8 عقود. أقيمت أول صلاة جمعة منذ أكثر من 8 عقود في جامع آيا صوفيا الذي ألغى القضاء التركي مؤخرا قرار تحويله إلى متحف الصادر عام 34,900,000 وسط حضور جماهيري كبير غصت به الساحات والطرق القريبة. وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصلين بعد أن وصل إلى المسجد المكتظ رفقة رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين هالتن، في حين استقبله رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش. وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة بأعداد كبيرة نحو ساحة المسجد آيا صوفيا للمشاركة في أول صلاة جمعة تقام فيه. أرباش أول خطبة جمعة في مسجد آيا صوفيا وصعد المنبر وهو يحمل سيفا بإحدى يديه إحياء لعادة عثمانية قديمة، وقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي تهتز فيه قباب آيا صوفيا بالتكبير والتهليل والصلوات وترتفع في من مآذنه أصوات الأذان والذكر، مضيفا ها هي لحفة أحفاد الفاتح واشتياقهم قد انتهت، كما أن صمت دار العبادة الجليل قد انتهى، فمسجد آيا صوفيا الشريف يلتقي اليوم من جديد بجموع المؤمنين والموحدين. ونوه إلى أن هذا اليوم يذكرنا بما حدث في يوم مشابه قبل 70 عاما، حيث ارتعدت السماء والأرض بتكبيرات ردد 16 مؤذنا في 16 شرفة من شرفات مأذن جامع السلطان أحمد، فصدحت المآذن بالآذان بعد انقطاع دام 18 عاما. وقال إنه من تحت قبة آية صوفيا يدعو البشرية جمعاء إلى العدالة والسلام والرحمة، ويحث على الحفاظ على القيم العالمية والمبادئ الأخلاقية التي تحمي كبرياء الإنسان. وأكد أن أبواب مسجد آيا صوفيا ستكون مفتوحة لجميع عباد الله دون تمييز، وستستمر رحلة الإيمان والعبادة والتاريخ والتأمل دون انقطاع في الجو الروحي لمسجد آيا صوفيا. في مقابل ذلك قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريت سكايناس إن على تركيا أن تحدد خياراتها الجيوستراتيجية والجانب الذي سوف تصطف معه. واعتبر مارغاريت سكايناس في مؤتمر صحفي في بروكسل أن قرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة جمعة فيه بداية غير موفقة على حد تعبيره. بصفتي يونانيا أشعر بالغضب والمرارة، هذا يوم عصيب، وأعتقد أنني لست الوحيد الذي ينتابه هذا الشعور. على تركيا أن تختار في مرحلة ما موقعها وتحدد أهدافها الجيوستراتيجية وإلى جانب من تريد أن تصطف مستقبلا. إذا كانت تركيا تريد الاصطفاف إلى جانب الاتحاد الأوروبي ارتكازا على قيم أوروبا، فإن ما يقع اليوم في آيا صوفيا بداية غير موفقة. في 10 من يوليوز تموز الجاري ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر تشرين الثاني عام 34,900,000 بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف. وبعد ذلك بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش أثناء زيارته آيا صوفيا أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام اعتبارا من 24 يوليوز تموز 20 و2000. وآيا صوفيا
صرح فني معماري فريد يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة اسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 سنة، ثم تحول إلى متحف عام 34 900 وألف، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وخاصة تركيا، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، وهو من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول وفي تركيا عموما. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى موعد آخر بإذن الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.